عمرك حسيت إنك موجود في وسط قعدة بس محدش شايفك؟ أو الأوحش إنهم شايفينك فعلا بس مفيش حد بيعمل لك حساب، وكأن كلامك مجرد دوشة في الخلفية؟ تخيل معايا المشهد ده: اتنين صحاب داخلين نفس القعدة. الأول بيتكلم كتير، بيحاول يرضي الكل وبيضحك على نكت مش مضحكة لمجرد إنه مش عايز يزعل حد، وفي الآخر محدش بيفتكر هو قال إيه. التاني بيدخل هادي، كلامه قليل، بس أول ما بيفتح بقه الكل بيسكت عشان يسمع. الفرق بينهم مش في اللبس ولا في الفلوس، الفرق في ميزان خفي اسمه القيمة. الحقيقة المرة اللي لازم تعرفها هي إن الناس مش بيدوك القيمة اللي تستحقها، هما بيدوك القيمة اللي انت بتفرضها عليهم بتصرفاتك. النهاردة هقولك على 5 غلطات بنعملها كلنا وبتبوظ برستيجنا وبتقلل قيمتنا في عيون الناس من غير ما نحس، وهعرفك السر اللي بيخلي ناس معينة مغناطيس للاحترام. الغلطة الأولى هي اللي بسميها فخ إنك موجود طول الوقت. فكرت قبل كده ليه الألماظ أغلى بكتير من المية؟ مع إننا نموت من غير مية والألماظ مجرد حجر بيلمع. السر في كلمة واحدة: الندرة. لما تكون متاح طول الوقت بترد على رسائل في ثانية، بتلغي مشاويرك المهمة عشان حد طلب منك تخرج، وبتقول آمين على أي حاجة، أنت بتبعت رسالة للعقل اللي قدامك بتقوله أنا وقتي ملوش قيمة، وبالتالي أنا ماليش قيمة. علم النفس بيقول إن البشر بيعشقوا الحاجة الصعبة. لو أنت موجود للكل وفي كل وقت هتبقى مضمون، والشخص المضمون محدش بيعمل له حساب، بالعكس بيستغلوه. ابدأ حط حدود لوقتك، اتعلم تقول لا من غير ما تقعد تبرر وتعتذر ساعة. خلي حضورك مكافأة للي قدامك مش حق مكتسب. ندخل بقى على الغلطة التانية، ودي صعبة عشان بتبان إنها ذوق زيادة عن اللزوم: الاعتذار عن الوجود. هل بتبدأ كلامك دايما بكلمة أنا آسف لو كنت بصدعك، أو معلش ممكن سؤال صغير؟ الاعتذار الكتير على حاجات ما تستاهلش هو صرخة بتقول للناس أنا حاسس إني أقل منكو. لما بتعتذر من غير سبب أنت بتصغر نفسك، وبتدي للي قدامك تصريح إنه يعاملك كأنك فعلا غلطان في حقه. الشخص الواسط بيعتذر لو غلط فعلا، لكن مش بيعتذر عشان بيسأل سؤال أو عشان بيعبر عن رأيه. بدل ما تقول آسف إني اتأخرت، قول شكرا إنكم استنيتوني. اقلب الموقف من ضعف لقوة، وشوف نظرة الناس ليك هتتغير إزاي. وصلنا للغلطة التالتة اللي بتوقع أجدعها حد: الكتاب المفتوح. في ناس فاكرة إنها لما تحكي كل حاجة عن حياتها الناس هتحبها أكتر. الحقيقة إن الغموض هو اللي بيخلق الجاذبية والقيمة. لما الناس تعرف عنك كل كبيرة وصغيرة، من أول مشاكلك مع أهلك لحد فطرت إيه الصبح، أنت كده فقدت الهيبة. العقل البشري بينجذب للشخص اللي عنده عالم خاص بيه، مش أي حد بيدخله. بلاش رغي كتير لمجرد إنك تملى السكوت. اتعلم إن الصمت في وقته بيديك تقل وسعر، مفيش أي كلام في الدنيا يديهولك. خليهم دايما يتساءلوا أنت بتفكر في إيه، ما تبقاش متوقع ومكشوف. بس استنى، الحتة اللي جاية دي هي اللي بتبوظ الدنيا خالص، وهي رد الفعل السريع. لاحظ كده الناس اللي ليهم هيبة هتلاقي عندهم هدوء غريب. الشخص اللي بيتنرفز بسرعة أو بيضحك بصوت عالي قوي عشان يجامل، أو بيقعد يبرر نفسه أول ما حد ينتقده، هو شخص سهل السيطرة عليه. لما بتبين مشاعرك بسهولة انت بتسلم ريموت تحكمك للناس. القيمة الحقيقية بتبان وقت الضغط. لو حد حاول يحرجك، بدل ما ترد بغضب وتغلط، بصله في عينه واسكت لثواني قبل ما تتكلم. السكوت ده بيقلب الميزان تماما، وبيخلي اللي قدامك هو اللي يتهز ويحس انه غلطان، مش انت. الغلطة الخامسة والأخيرة هي إنك مستني كلمة برافو. دي بقى القاتل الصامت لقيمتك. لما بتعمل حاجة وتقعد تبص في عيون الناس عشان تشوف هل عجبتهم ولا لأ، أو تستنى حد يقولك تسلم إيدك، انت كده بتقول لهم إن رأيهم فيك أهم من رأيك في نفسك. الناس عندها رادار بيحس بالشخص المحتاج. لو حسوا إنك محتاج تشجيعهم هيبخلوا بيه عليك، لكن لما تعمل اللي انت شايفه صح عشان انت مقتنع بيه من غير ما تستنى تصفيق من حد، هنا بس الناس هتبدأ تجري وراك عشان يرضوك. قيمتك لازم تيجي من جواك. لو انت مش مقدر نفسك ما تستناش من العالم انه يقدرك. دلوقتي وصلنا للحظة الحقيقة. كل اللي قلناه ده مش مجرد نصايح، دي قواعد اللعبة. لو حاسس إنك تايه وسط الزحام ومحدش بيعمل لك حساب، ابدأ من النهاردة غير طريقتك. بطل اعتذارات ملهاش لازمة، قلل تواجدك الزيادة، شيل شوية من أسرارك لنفسك، خليك هادي وقت المشاكل، والأهم من كل ده خليك أنت المرجع لنفسك. الاحترام مش بنطلبه، الاحترام نتيجة طبيعية للشخص اللي قرر إن يكون ليه سعر غالي. افتكر دايما الناس هتعاملك زي ما انت بتعامل نفسك قدام المراية. ابدأ قدر نفسك وهتلاقي العالم كله بيعملك ألف حساب. ليه الناس مش بتقدر قيمتك؟
الإجابة دلوقتي بقت معاك، القرار في إيدك، هتفضل مضمون والّا هتبقى